شتا يعني سينابون، شتا يعني معجنات. هعمله معاكم النهارده بطريقه رهيبه، وهيبقى بص مش قادره اقول لكم سهل ازاي. هش وخفيف جدا زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا اقول لكم الطريقه. اول حاجه هنحضر هنا العجينه اليابانيه او محسن الخبز، عباره عن ربع كوبايه من الدقيق وكوبايه الا ربع من الميه على نار هاديه. هندوبها كويس جدا لحد ما تتقل معانا. بعد كده هنحطها في طبق عشان تبرد تماما. عايزه اقول لكم بتخلي العجينه هشه جدا جدا. بعملها في كل المعجنات. معايا بقى 4 كوبايات وربع من الدقيق، هنخلهم كويس جدا. ومعايا 3 معالق من السكر، معلقة من الكريم شانتيه، ومعلقة من لبن البودرة. الكريم شانتيه واللبن البودرة بيدي دسامة كده للسينابون بتاعك وبيكون حلو جدا. معايا بقى معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او كيس خميرة فورية. الخميرة هنا كويسة جدا، وانا عارفة ان هي كويسة، بس لو انتوا خايفين من الخميرة بنختبرها في مية وسكر. معايا بقى معلقة من الزبدة، وبضاية بدرجة حرارة الغرفة عليها فانيليا. السينامون بيتعجن بلبن بس. كوبايه وربع من الحليب الدافي، دافي مش سخن عشان ما يبوظش الخميره عندي. وكانت العجينه اليابانيه او محسن الخبز عندي برد تماما. هنزل عليه بالعجينه وهنبصوا بقى اعجنوا على قد ما تقدروا بقى. السينابون يعني عجن 10 دقايق، عجن متواصل. لقيت العجينه هنا بتلزق شويه، زودت 3 معالق كبار من الدقيق. يعني كده السينابون خد معايا 4 كوبايات ونص من الدقيق. بس انا حطيت 4 كوبايات وربع الاول، ولو احتاج بعد كده بنزود. اعجن كويس جدا 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 عشان العجينه معاكي تبقى حلوه كده، وتبقى فيها عرق كده، وتبقى العجينه معاكي مساماتها متفتحه من جوه، ما تبقاش مكتوم. هسيبها تخمر لمده ساعه في مكان دافي. الصوص بقى عباره عن كوبايه الا ربع من الحليب، 6 مكعبات من الجبن الكريمي او اي جبنه كريمي ملهاش طعم، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وكمان معايا معلقه كبيره من لبن البودره، ومعايا 3 معالق من السكر، ومعلقتين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. بس كده هضربهم كويس جدا. نقدر نضيف علبة قشطة، لو حابين تستخدموا قشطة اضيفوا علبة قشطة برضو بتبقى حلوة قوي. بعد ما ضربت المكونات عندي كويس جدا هحطها في علبة في التلاجة. هتلاحظوا هنا الخليط مش خفيف ومش تقيل، هو كده كده بيتقل اصلا في التلاجة. نحضر بقى الخليط اللي هنعجن بيه، يعني هنحطه فوق السينابون. 3 معالق من السكر، معلقتين كبار من القرفة، 6 معالق من الزبدة. ممكن نعجن الزبدة بالسكر والقرفة، وممكن نسيب الزبدة لوحدها ونخلط السكر مع القرفة، وهقول لكم هنعمله ازاي. بصوا هنا بقى العجينة بتاعتي بعد ما خمرت وتضاعف حجمها، هرش رشة من الدقيق وهنزل بالعجينة بتاعتي كلها، لان انا عايزة السينابون بتاعي يبقى معظمه حجم كبير. لو عايزين السينابون كله حجم متوسط، هنقسم العجينة على مرتين ونفردها على مرتين. العجينة بتاعت السينابون بتتفرد بمساعدة الدقيق، مش بنحط سمنة او زبدة او اي حاجة. هحاول افرد على شكل مستطيل كده. هنا بقى هساوي العجينة بتاعتي من اي حاجة مش متساوية من الاطراف، عشان السينابون بتاعي لما اجي الفه يكون متساوي. شايفين العجينة حلوة جدا لانها مخدومة كويس جدا في العجن، وكمان خمرت براحتها. عايزة اقول لكم في الصيف بتخمر بسرعة جدا عن الشتاء. دلوقتي بقى هحط الزبدة والسكر والقرفة. بصوا عندكم اختيارين بقى، يا اما نحط الزبدة والسكر والقرفة على بعض ونفردهم، تلبسوا جلافز كده وتفردوهم، او كيس بلاستيك من بتاع التلاجة. يا اما نفرد الزبدة الاول على الرول عندي، وبعد كده نرش السكر والقرفة. الاتنين هيدونا نفس النتيجة. يعني شوفوا ايه اللي انتوا عايزينه واعملوه زي كده بالظبط. يعني انا هنا حسيت ان هي عايزة قرفة زيادة، هرش عليها قرفة كده من فوق، فنقدر نفرد الزبدة وبعد كده ننزل بالسكر والقرفة بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم دي. وبس كده لما نيجي بقى نلف السينابون بتاعنا يعني في البداية نكون بنقفل على السينابون كويس، وبعد كده ناخده رول، وبعد كده نقفل عليه في الاطراف من تحت زي ما وريتكم كده. صينية بقى مدهونة زبدة. هقطع السينابون بتاعي، انا عديت 3 صوابع وقطعت، تقدري تقيسوا بالمسطرة وتقطعوا عشان يطلع كله قد بعضه. الفرن بتاعي هنا بقى هسخنه على درجة حرارة 180، يسخن كويس جدا، وبعد كده هقفله. لاني عندي السينابون هنا هخمره مرتين، يعني مرة لما العجينة كنت بعجنها وخمرت، والمرة التانية بعد ما اقطع السينابون هدخله على فرن سخن لمدة 10 دقايق، بس الفرن يكون مطفي يخمر الخمرة التانية. لكم بقى الخمرة التانية دي بتفرق جدا جدا في هشاشة السينابون بتاعك في اي معجنات. جربي الموضوع ده هتعجبك جدا. عندي بقى باقي السينابون بتاعي هنا هعمله رول صغير. بصوا وانتوا بتلفوا السينابون كده تحاولوا تضموه عشان الحشو بتاعه ما يخرجش. ده كده هيطلع مش صغير، هيطلع حجم متوسط.
بعد ما خمر بقى الخمرة التانية خرج، وهرش على وشه بقى زبدة. يعني بص، ادهنه كده عليه من فوق مسحة من الزبدة كده بتبقى فظيعة. ودخلته البوتاجاز على درجة حرارة 200. اول ما احمر من تحت شغلت له الشوايه. بصوا مش قادره اقول وش جدا جدا، بس اول ما يخرج نغطيه بفوطه من بتاعه المطبخ النظيفه وخلاص كده. وهو دافي بقى تنزلوا عليه بالصوص. بصوا الصوص على طول ساح عليه لانه دافي. وحطيت عليه بقى كمان صوص كراميل. تقدروا تحطوا صوص شوكليت او اي حاجه عندكم. وممكن الناس اللي حابه تاكله ساده تاكله، بس صراحه هو احلى حاجه فيه الجبنه بتاعته كده بتبقى طعمها حلو قوي قوي. شايفين ب4 كوبايات ونص دي عملنا كميه كبيره جدا. هزينه بقى لو عندك عين جمل، عندك كاجو، عندك فستق، اي حاجه زي ما قلت لكم. لو مفيش عادي جدا. وبس كده عملنا مع بعض النهارده احلى سينابون. عايزه اقول لكم العجينه اليابانيه دي يا جماعه بتفرق جدا جدا، استخدموها في كل المخبوزات عندكم. ان احنا نخمر المخبوزات عندي مرتين بتفرق جدا جدا في الهشاشه بتاعتها. وبس كده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون سهل وخفيف، وان شاء الله تجربوا الطريقه وتعتمدوها وتنجح معاكم من اول مره. وعايزه اقول لكم كمان سينابون يعني عجن، اعجنوا كويس جدا جدا على قد ما تقدروا. العجينه بتاعت السينابون دي بتنفع في كل المعجنات لانها معجونه بالبيض والزبده واللبن، فبتبقى مفيده جدا جدا. شايفين شكله؟ ناخد بقى قطع كده هوريكم قد ايه هو من جوه طري وهش جدا. عايزه اقول لكم بقى كمان ان السينابون بتاعي بعد ما يخرج من الفرن ويرتاح ممكن نعينه في الفريزر ونطلعه نسخنه بس في الميكروويف 30 ثانيه، وتحطوا فيه بقى الصوصات اللي انتوا عايزينها. ما بيحصلوش اي حاجه واكنك لسه عاملاه حالا. هش جدا جدا من جوه. السينابون بقى هنا اللي اتبقى عندي هحطه في علبه واخرجه بقى من الفريزر وقت الاكل اديه 30 ثانيه في الميكروويف وازينه. وبس كده. اشوفكم في فيديو جديد.